50 سنة وبشار الأسد وحافظ الأسد محافظين على الكنائس في سوريا ومحافظين على الطائفة المسيحية، ولكن كان عم يقتلنا. الحكومة اليوم اللي عم تتهموها اللي هي فجرت أو هي اللي دبرت، هي نفسها اللي كانت محافظة على المسيحيين في إدلب، هي نفسها اللي كانت محافظة على الكنائس في إدلب. كم سنة كانت في إدلب؟ 6 سنين، استلمت 7 سنين وهي محافظة على الكنائس وما صار فيهن أي طلقة أو تفجير. بالعكس تماما، كان عم يصير تفجيرات بجوامعنا، تفجر جوامعنا وما حدا تكاتف معنا هذا التكاتف. أنا ما نعب لوم أو ما نعب قارن، ما بريد أي قطرة دم تنزل، بس اليوم الشعب والحكومة هي اللي مسؤولين على أي شيء بصير بالبلد. وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وقت اللي بينشروا خبر وبيبثوا بيقولوا لك إذا بتعرف حدا معه سلاح أو بتعرف حدا حامل سلاح خبرنا عنه، حتى نشيل السلاح من إيده، حتى أنت ما تسمع طلقة. عناصر وقيادات من الأمن العام استشهدوا حتى يآمنوا على البلد هذا، حتى يأمنوا هذا الشعب. واليوم صفحات مثل الكلاب على وسائل التواصل الاجتماعي عم يتهموا الأمن العام والحكومة على أنه على زمن بشار الأسد ما كان يصير هيك. صفحات جديدة يمكن عم يديرها واحد. ترى كثير جهات عم تنهش في سوريا. اليوم الشعب والحكومة، هي الحكومة اللي طلعت من الشعب، الوزراء اللي عندهم أولاد شهداء، القيادات بالأمن العام وبغيره عندهم أولاد شهداء وأخوة شهداء، منهم استشهدوا بضرب الطيارة ومنهم استشهدوا بقصف ومنهم استشهدوا بقتل ومنهم استشهدوا بقتل داعش. داعش نفسها اللي اليوم فجرت وزرعت الفتنة بأيادي كثيرة عم تلعب في سوريا، ما هو بس داعش. فكفى انتقادات وكفى اتهامات باطلة. وقفوا شوي مع الحكومة لتوقف معنا ونبنيها، نبني سوريا. سوريا إلنا اليوم حكومة، هي دولتنا دولة شعب. ثقتنا كبيرة، ثقتنا كبيرة في الحكومة حتى يتم الأمن والأمان على سوريا بكل محافظاتها.